السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تحيه للمشاهدين والمشاهدات. سنه سعيده على الجميع، ان شاء الله تلقاكم هاد السنه بالف خير ويرفع علينا ربي هاد الوباء ويشافي كل مريض ان شاء الله، وتدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه يا ربي امين ان شاء الله. اليوم انا شاركت معكم واحد الكيكه ديال الزعفران، كتجي زوينه وسهله، وهاد الوصفه ديال واحد الصديقه ديالي عطاتها ليا، قلت لاش ما نشاركهاش معكم ان شاء الله يا ربي. ودوزوا المقادير ان شاء الله، انا غادي نوريكم كلشي التفاصيل ديال الكيكه حتى الاخر. بقاو معايا وتبعوا الفيديو حتى الاخر. الكيكه ديالي هي كما شفتوا، كتجي غزاله ديال الزعفران، كيكه الزعفران، كيكه شرقيه. جربوها وردوا عليا ان شاء الله في الكومونتير. يلا ندوزوا المقادير ان شاء الله. ندوزوا المقادير. عندنا 4 ديال البيضات، عندنا كاس السنيده، عندنا كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، عندنا شويه فاني، عندنا طريقه ديال الملحه، عندنا كاس ونص ديال الدقيق، عندنا 2 خمارات، عندنا واحد نص كاس ديال الماء د الورد، فيه شويه، فيه زعفران حر، فيه زعفران ملون، وفيه شويه ديال الهيل، وفيه ملون ان شاء الله يا ربي. وعندنا معلقه ديال الخل. ندوزو للطريقه. بعد ما دازت 40 دقيقه ديال الكيكه في الفرن، دابا غادي نصايب لهذيك التقرميشه. درت هنا واحد 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السنيده، شويه ديال الزعفران، نقيطه ديال ما ورد. غادي نصايب لها دابا التقرميشه ديالها، وغادي يذوب هادشي. غادي نكبو على الكيكه وندير عليها هاد اللوز ايفيلي. يلا هانتوما معايا. ندوب الزبده تذوب. دابا غنصبو على الكيكه. ها هي الكيكه ديالنا بعد ما طنفخات، يعني قريبه طيب، ما بقى لها والو. غادي نصبو عليها هاد التقرميشه كما شفتوا. راه كتجي غزاله هاد الكيكه ديال الزعفران، غير جربوها. غادي ندير هاد اللوز ايفيلي وغندخلها تحمر شويه من الفوق، يعني في المجموع كامل راه كتاخد ساعه في الفران. يلا بقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله.